اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. حبيت النهاردة نعمل كده عزومة او وليمة من فرخة واحدة. هنعمل الصينية اللي بنروح ندفع فيها مبلغ كده محترم بره. هنعمل النهاردة مع بعض احلى فراخ مشوية بتتبيلة مميزة جدا وطعم مميز، وكمان هنعمل مع بعض الرز بتاع المطاعم، الرز الاصفر، وهنشوي بطاطس، وهنعمل احلى صينية مشويات في البيت. بس قبل ما نبدأ الفيديو احب افكركم انا امنية ودي قناتي، ولو دي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اول حاجة هنبدأ بيها وهي تتبيلة الفراخ. لبن رايب، نص كوباية من اللبن الرايب، ملح وفلفل، بابريكا، معلقة من المشويات، وكمان معلقة من الزعتر، ونص ليمونة، وكمان ضفت شوية من بهارات الفراخ وروزماري مجفف او فريش لو متوفر. هقلب ده كله مع بعض، وكمان ضفت حوالي ربع كوبايه من الزيت. الفراخ غسلتها كويس جدا وكنت مقطعاها تقطيعه اسمها تقطيعه الشيش. بتبقى الفرخ على 12 قطعه، بتكون العدد بتاعها اكبر، وكمان بتكون التسويه بتاعتها اسهل. غسلتها كويس بملح وليمون ودقيق، ممكن شويه طحينة. اهم حاجة نبعد خالص في نظافة الطيور عن استخدامنا للخل. تبلتها بالتتبيلة الحلوة دي وخدتها في التلاجة ليلة كاملة. ممكن انت لو مستعجلة، وطبعا ايام المدارس والدروس بيبقى الوقت محكوم، ممكن كفاية ساعتين 3، ممكن الصبح اما تصحي تودي الولاد للمدارس تجهزيها. صينية فرشتها ورقة فويل كده، قطعت عليها بصل وفلفل اخضر، ممكن جزر كمان، عودين من الزعتر، وحطيت عليهم شوية زيت، وفركت البصلة دي كده كويس، ورصصت عليها الفرخة. بتبقى فرشة او ارضية حلوة قوي للفراخ وبتديها ريحة حلوة على الفرن الرف الاوسط درجة حرارة 200، ونتابعها من وقت للتاني، وناخد من التتبيلة اللي في ارضية الصينية وندهن وشها. قطعت البطاطس على 6 كده، وفي مية بتغلي وملح، وسبتها تاخد غلوة. يلا نحضر التومية. نص كوباية من المية، معلقة كبيرة من النشا، على نار هادية خالص لحد ما يتحول لمعجون شفاف. ضفت 3 فصوص من الثوم الصحيح، وسبت الخليط ده لما يبرد. كانت الفراخ بتاعتنا خلاص جهزت، طلعتها من الفرن. شايفين؟ كان نفسي اقول لكم شمين الريحة وضايقين الطعم كمان. اخدت كده من الصوص اللي نازل في الارضيه واديتها كده تلميعه حلوه. طبعا الصويا صوص والبابريكا مديها طعم ولون حلو. ممكن زي ما قلت لكم نستغنى عن كل ده بمعلقه من السكر او معلقه من العسل. دخنتها في فحمايه، وكانت البطاطس بتاعتنا اخدت غلوه واحده. تبلتها بمعلقه من البقسماط الناعم، شويه زيت، والبهارات اللي احنا بنفضلها. انا حطيت ملح وفلفل، توم باودر، وبابريكا. حله فيها زيت سخن، نزلت بعود قرفة، ورق لوري، وحبهان، وشوية من القرنفل. الرز كان مغسول، اديته تشويحة كده حلو مع قرن فلفل حامي. والبهارات اللي هضيفها ملح وفلفل مكعب، مرق كاري وكركم، وضفت كمان شوية من بهارات رز الكبسة. لكل مقدار رز بسمتي مقدارين من المية. انا كنت حاطة هنا كوبايتين من الرز البسمتي، حطيت عليهم 4 كوبايات من المية المغلية. نرجع للتومية. الخليط بتاع النشا برد، هضيف عليه معلقتين من الزبادي، معلقتين من المايونيز، ربع كوباية من الزيت، ملح وفلفل، وحوالي 3 معالق من الخل. كان الرز بتاعنا اتشارب كده وشرب ميته. هنوطي عليه خالص وهنديله تقليبة بالشوكة. وقبل ما نطفي عليه كنت مقطعه قطع كده من الفلفل الاحمر، اللي هو الفلفل الرومي الاحمر، بيديله كده شكل وبيديله تطعيمه حلوه. جهزت الصينيه اللي هنقدم فيها ورق حراري كده، وغرفت الرز في النص، وجرنشت حواليه كده بشويه من البقدونس، ورصصت الفرخه الجميله بتاعتنا. طبعا القطع الشيش دي بتكون كتيره وبتكون كمان سهله في التسويه، فكانت عامله لنا عزومه حلوه قوي قوي. زينته كده بشوية من البقدونس، وكمان حطيت طبق التومية اللي احنا جهزناه. وده كانت العزومة بتاعتنا النهاردة السريعة. يا رب تجربوها وتعجبكم. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في امان الله. مع السلامة.